يلا معايا. بيقول لي اوجد ثلاثة حلول للعلاقة س زائد ص بتساوي 2 وامثلها بيانيا. طبعا يا مستر أهم حاجة إن أنت تقرا العلاقة تفهمها عشان تعرف تطلع الأزواج الإيه؟ المرتبة. بيقول لي يا مستر س زائد ص بتساوي 2، يعني عايز رقمين يكون مجموعهم بكام؟ 2. يا ترى تبقى الس بكام والصاد بكام؟ 1 و1 صح كده؟ حلو، يبقى ده أول يا مستر إجابة، أول زوج مرتب. 1 و1، اشمعنى؟ عشان 1 وزائد 1 يديني كام؟ 2. تمام؟ مين كمان يا مستر؟ 2 وصفر، عشان 2 زائد صفر يدينا 2. قال لي وصفر و2 صفر و2 عشان صفر زائد 2 يدينا 2. كده انت طلعت كام حل؟ 3. طب يا مستر اديني كمان واحد رابع والنبي. سالب 1 و3، ما هو 3 وقلل منها 1 يبقى سالب 1 و3 أو 3 وسالب 1. يا مستر في حلول تاني؟ يا مستر ما احنا اتفقنا إن هي ليها عدد تاني، هي من الحلول. عايز كمان زوج مركب. عايز كمان زوج مركب يبقى كام؟ سالب 2 و4 وسالب 2 زائد 4 يديني 2. يبقى انا طلعت كام حل اهو مستر؟ 4. هو عايز 3. طب يلا كده مستر نحطهم على ورقه الرسم البياني. زي ما اتفقنا ان الاولاني ده رقم السين، تجيبه من علامات ورقه السين وتدور عليه. ايه؟ الصفر اللي هو نقطه الاصل هي الصفر. طيب بص بقى مستر معايا، يلا بينا نعملوه. طبعا يا مستر 1 اول رقم تجيبه منين؟ من على خط السين ده 1 اهو. والرقم الثاني تعمل حاجه من 3 مالهمش رابع، يا تطلع يا تنزل يا تفضل واقف في مكانك. امتى اطلع؟ لو كان الرقم الثاني موجب. امتى انزل؟ لو كان الرقم الثاني سالب. امتى اقف في مكاني؟ لو كان صفر. عشان الناس اللي بتتلخبط اهو الرقم الاولاني كام؟ 1 اهو مثلا. اجي عند الواحد ده مش ده، الواحد بتاع السين. حلو. والرقم الثاني 1 يبقى اطلع لحد الواحد واحط له. ادي 1 و1. يلا بينا. هنا. يلا. خلي بالك بقى هنا عشان الناس بتتلخبط في النقطة دي. 2 2 بتاعت السين فين الاثنين؟ اهي يا مستر تبقى عند الاثنين دي. وزي ما اتفقنا يطلع ينزل يقف. بص الرقم الثاني كام؟ صفر. معنى ان هو صفر يعني بيقول لك اقف في مكانك ما تتحركش. يبقى دي كده 2 صفر. يبقى انا ثبت في مكاني عند الاثنين. طب بص بقى مصر صفر و2. تعالى الاول صفر فين صفر؟ اهو 2 يبقى اطلع لحد الاثنين. اطلع لحد الاثنين واحط النقطه. يبقى خلي بالك يا مستر 0 و2 غير 2 وايه؟ طيب سالب 1 فين سالب 1؟ اهو سالب 1 زي ما اتفقنا الرقم الاولاني بتاع السين سالب 1 وكام؟ و3. يبقى اطلع لحد ال3 واحط نقطه. طبعا يا مستر لازم النقط بتاعتي تبقى كلها على خط ايه؟ واحد. بحط المسطره عليهم واوصل الخط بتاعي بالمسطره واطول الخط عشان زي ما اتفقنا نبقى جبنا الحلول اللي احنا قلناها واللي احنا ما قلناهاش. طيب النقطه الثانيه وركز معايا بيقول لي ايه؟ س بتساوي 2 ص ناقص 3. افهم كده الكلام بيقول لك ايه؟ س بتساوي 2 ص ناقص 3. يعني ايه يا مستر؟ يعني الصاد تعملها كام مره؟ مرتين وتشيل منها كام؟ 3. طيب يلا يا مستر حط مكان الصاد اي رقم يعجبك. ماشي. انا هحط مكان الصاد 1. قدامك حاجه من الاثنين، تحشي المحشي يا مستر زي ما اتعلمنا يا اما تعملها في دماغك على طول ما عندناش اي مشكله. يعني يا مستر اهو 2 وبدل الصاد اعمل مطرحها قوس ناقص 3 واحط بدل الصاد الرقم كام؟ 1. مستر بالفهلوه الصاد بكام؟ ب1. يبقوا 2 صاد بكام؟ ب2. الصاد ب1 يبقوا 2 صاد بكام؟ ب2. الاثنين شيل منهم 3
يطلع سالب 1. يبقى السين بكام؟ سالب 1. احط السالب 1 فين يا مستر؟ في مكان السين، والواحد حطيته في مكان الصاد. يبقى خلي بالك يا مستر زي ما احنا اتفقنا ان الزوج المرتب لازم مين اللي كتب الاول؟ سين. مين اللي كتب الثاني؟ صاد. اوعى تلخبط وتحط مكان الصاد رقم السين ولا مكان السين رقم الصاد. طيب تعالى نجيب كمان زوج مرتب. يلا حط مكان الصاد اي رقم تاني. طلع حطيت مكان الصاد 1 انا قبل كده صح؟ حط مكان الصاد 2. فيبقوا 2 صاد بكام؟ ب4. الصاد ب2 يبقوا 2 صاد ب4. شيل منهم 3 يطلع كام؟ 1. يبقى انا حطيت مكان الصاد 2 السين طلعت بكام؟ 1. التالتة تبقى ب3. تعالى نحط مكان الصاد 3. يلا يا مستر يبقى مكان الصاد 3 يبقوا 2 صاد ب6. الصاد ب3 يبقوا 2 صاد ب6. نشيل منهم 3 يطلع 3. يبقى السين بكام؟ ب3. عايزين كمان واحد. ماشي يا مستر. حط مكان الصاد 4 يبقوا 2 صاد ب8. شيل منهم 3 يبقى 5. بس طبعا عرفت تعملها كده بالفهلوه خير وبركه. ما عرفتش تعملها بالفهلوه احشي المحشي يا مستر اهو 2 وبدل الصاد افتح مطرحها قوس ناقص ال3 وحط مكان الصاد الرقم اللي يعجبك. اي مشكله؟ يلا يا مستر نحطهم على ورقه الرسم البياني. يلا زي ما اتفقنا اول رقم اللي بدور عليه بتاع السين -1 اهو. -1 وكام؟ 1 يبقى اطلع لحد الواحد وحط النقطه. 1 اهو و2 يبقى اطلع لحد الاثنين وحط نقطه. 3 وكام؟ و3 ادي 3 اطلع لحد ال3 وحط نقطه. 5 و4 اطلع لحد ال4 وحط نقطه. هلاقي طبعا المستر احط المسطره عليهم الاقيهم كلهم على خط واحد في المسطره. اوصلهم واطول الخط عشان ابقى جبت كل الحلول اللي انا عملتها واللي انا ما عملتهاش. بيقول لي هنا يا مستر صاد بتساوي 3. طب فين السين؟ قال مفيش سين. يعني ايه يا مستر مفيش سين؟ يعني الراجل بيقول لك الصاد ب3 مهما تكون السين. يعني ايه؟ يعني السين لو بأي رقم الصاد لازم تبقى بكام؟ ب3. هو قال لك ان الصاد بكام؟ ب3. يعني ايه يا مستر؟ يعني السين احطها بكام؟ قال لي اي رقم يعجبك. بس الصاد غصب عنك لازم تبقى بكام؟ ب3. قلت له ايه؟ يعني حط السين ب1 تبقى الصاد ب3. حط السين ب2 تبقى الصاد ب3. حط السين ب4 تبقى الصاد ب3. حط السين ب5 تبقى الصاد ب3. حط السين باي صفر تطلع الصاد بكام؟ ب3. اي حاجه. هو قال لي هنا مستر ان الصاد بكام؟ ب3. ماشي؟ يبقى مستر اي سين احطها الصاد تطلع بكام؟ ب3. يلا بينا نحط النقط دهيت ونمثل الخط. قلت له حلو يلا يا مستر 1 و3 اطلع لحد ال3. 2 و3 اطلع لحد ال3. 3 و3 اطلع لحد ال3. 4 و3 الله اهو يا مستر حط عليهم مسطره عليهم كلهم على خط واحد اوصلهم واطولهم. تمام ماشي مفهومه؟ ان السين بكام؟ ب2. يعني السين ب2 والصاد ب1. السين ب2 والصاد ب2. السين ب2 والصاد ب3. السين ب2 والصاد باي صفر ما تفرقش معاك. قال لي يا مستر هو ايه اللي في العلاقه دي؟ ان السين بكام؟ ب2. يعني مهما الصاد اتغيرت السين ثابته بكام؟ ب2. طب تعالى نمثلوها. يلا يا مستر 2 و1 2 و2 2 و3 2 و4 اي حاجه يا مستر كل النقط دي احطها عليهم المسطره الاقيهم يتوصلوا كده. كلام جميل.